تعالى يا جماعه اتفرجوا معايا على الفيديو ده بيجي وبعد كده هنتكلم. بالشكاير بتاعته بيرميها عمق اكتر من 3 متر. طبعا دي مش مرض ولا حاجه، ده بيتكلم اهو. يا جماعه اللي انتوا شفتوه طبعا مش محتاج اي كلام، بس طبعا انا هو مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، واكيد انتوا كلكم هتدوروا معايا. شايفين الناس بتعمل لنا ايه عشان احنا ناكله؟ مفيش حد يا جماعه يجيب اي ترشي من بره او اي حاجه زي كده من بره، يا ريت كله يعمل الحاجات دي في بيوته. انا هوريكم بقيه الفيديوهات دلوقتي واحكموا انتوا بنفسكم. طبعا مش محتاج ان انا اتكلم، انتوا عارفين الكلام بتاعي يعني ايه. انا بتجنن من الحاجات دي وما بقدرش امسك نفسي وما بقدرش اسيطر على اعصابي من الحاجات اللي انا بشوفها دي، ان الغش والافتراء كده في اجسام الناس وفي حياه الناس وفي صحه الناس بالطريقه دي عشان خاطر يعبوا فلوس. ده كده يعني حرام حرام فحرام فحرام. اتفرجوا معايا على بقيه الفيديو واحكموا انتوا بنفسكم. طبعا مش عارفين بالشكل بتاعتها. طبعا عمق كل حوض من الحوض دي حوالي يزيد عن 3 متر. ده طبعا اللي بيخلف بعد ما تخلف، طبعا دي كميات منه هي. سايبه الكلام لكم انتوا عشان خاطر تسمعوا صوت المفتش اللي هو بيتكلم عشان تعرفوا الحقيقه كلها. الفيديو ده بالذات مش محتاج كلامي. يا جماعه بصوا بس من الفيديو، انا بعد كده هسيب لكم الفيديو كامل، هكمل لكم فيديو تاني بس هسيبكم تتفرجوا عليه براحتكم، لان الفيديو حوالي 3 دقايق. الفيديو كان طويل وانا بصيت منه، لان هو جايب المصنع كله وجايب كل حاجه موجوده هناك. حتى وهم بعد ما بيطلعوا من القرف والاحواض اللي هم حاطين فيها بيطلعوا بقى يا دوبك بيغسلوه بس كده حاجه بسيطه كده ويقطعوه ويحطوا تشوفوا كل حاجه. فسيبكم بقى تتفرجوا براحتكم على كل حاجه. بيجي اكتر من 3 متر. شايف ده؟ مش هم يا سيدي الكميات دي. طب ده شكل بص معايا ماشي. اسمع بتحط لي بقى الشكاير بتاعته وزي ما الناس وزي حاجه وايه الدنيا وايه ينفع الميه بتاعها. حرام والله. يعني انت بتقول دلوقتي النظر والمخالف جاي خطوه بالسهوله بتاعته وتقول هنا الميه الملوثه دي وبعد كده تجيب لي عليه شويه ميه وتطلعوا لي كده وتقوم على الطرف اهو والناس تاكل. الناس تاكل. تحط عليه ميه حلوه بعد كده وهي الميه حلوه هتشيله من التلوث ده كله هتنضف انت الدرجه اللي بتاع ده واحد كده فاهم. ده الشمع الاحمر اهو دي الشمع الاحمر. على فرقه يا جماعه اللي انتوا شفتوه طبعا مش محتاجه اي كلام، بس طبعا انا هو مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، واكيد انتوا كلكم هتدوروا معايا.
شايفين الناس بتعمل لنا ايه عشان احنا ناكله. مفيش حد يا جماعه يجيب اي ترشي من بره او اي حاجه زي كده من بره. يا ريت كله يعمل الحاجات دي في بيوته.